اخوان، ترى من الغباء لكاساس مدرب المنتخب العراقي واسود الرافدين ان يلعب بثلاث لاعبين خط وسط او ثلاث لاعبين ارتكاز، ولكن بادوار دفاعيه مثل سعد عبد الامير وامجد عطوان وامير العماري. ولكن السؤال المطروح: منو راح يوصل الكرات لهجوم المنتخب العراقي مثل ايمن حسين وعلي جاسم والجناح الوهمي كجناح ايمن ابراهيم بايش؟ انت هنا جبرت الظهير الايمن والظهير الايسر وقلبين الدفاع ان يلعبون الكرات الطويله لهجوم المنتخب العراقي، وهذه طريقه اللعب السيئه والغير جيده والغير مناسبه. ترى انقرضت من السبعينات والثمانينات، كان من الممكن لكاساس مدرب المنتخب العراقي ان يلعب ثلاثي خط الوسط بامير العماري وامام زيدان اقبال وابراهيم بايش، والجناح الايمن يوسف الامين، والجناح الايسر علي جاسم، والمهاجم المتعارف عليه ايمن حسين. ولكن للاسف اكثر من علامه استفهام من ناحيه الاختيارات الغير